واذكى بطل في الانميات الرياضيه واكتر انمي اندر ريتد بالنسبه لي. اخواتي الاوتاكويه اجمعوا، هنتكلم في الحلقه دي عزيزي الاوتاكو عن انمي مش معروف للناس كتير، وهنمسك الانمي نفصصه حته حته بس من غير حرق. ودي سلسله اخواتي الاوتاكويه هرشح لكم فيها انميات ممكن ما تكونش معروفه للناس كتير ولكنها تستحق وبشده انك تتفرج عليها. عزيزي الاوتاكو، الانمي ده اخواتي الاوتاكويه اعتقد ان هو اندر ريتد وناس كتير ما بتتابعوش بسبب ان هو بيتكلم عن رياضه البيسبول. فانت كده للوهله الاولى لما تيجي تبص على بوستر الانمي ممكن تحس ان هو انمي ممل او انمي مش مشجع، ولكن عزيزي الاوتاكو انا عايز اقول لك انك من اول حلقه هتتشد للانمي وممكن تلاقيك خلصت الانمي كله في قعده واحده، وده اساسا لان الانمي ملوش علاقه برياضه البيسبول. طبعا عزيزي الاوتاكو انت مش فاهم حاجه دلوقتي، يعني ايه انمي بيتكلم عن رياضه البيسبول وفي نفس الوقت ملوش علاقه بالبيسبول؟ خليك معايا عزيزي الاوتاكو للاخر وهتفهم انا قصدي ايه. الانمي ده اسمه وان اوت، واللي منكم شاف الحلقه اللي فاتت اخواتنا الاوتاكويه المتابعين كده اول باول الحاجات اللي بننزلها، الانمي ده احنا حطيناه من ضمن افضل 10 انميات قصيره منتهيه. وده يقول لك عزيزي الاوتاكو انا ليه قررت ابدا بالانمي ده في السلسله دي. وقصه الانمي اخواتي الاوتاكويه ان البطل بتاعنا واسمه توكشي توا متعود ان هو يروح مكان زي صاله قمار كده ولكنها في الشارع، وتحديدا بيتلعب فيها لعبه اسمها وان اوتس. واللعبه دي قواعدها بسيطه وعباره عن واحد ماسك مضرب ووراه مرسوم مستطيل وبيكون في رامي بيرمي الكوره، والرامي بيكسب عن طريق ان الكوره تخبط في المستطيل ده، او لو الضارب ضرب الكوره ما تخرجش بره حدود الملعب فكده الرامي بيكسب، والضارب بيكسب عن طريق ان هو يضرب الكوره فيخرجها بره حدود الملعب. وعايز اقول لك عزيزي الاوتاكو ان توكشي توا ما خسرش ولا مباراه من ضمن 499 مباراه لعبهم. ولان زي ما قلت لك عزيزي الاوتاكو ان الانمي ملوش علاقه بالبيسبول، ولكن توكشي توا قدر ان هو يكسب وما يخسرش ولا مره بسبب ان هو قادر يحلل اللي قدامه نفسيا، قادر ان هو يقرا لغه الجسد للخصم بتاعه، وده بيخليه يتوقع حركات الخصم بتاعه، بل واحيانا يخليه يعمل الحاجه اللي هو عايزها والحركات اللي هو عايزها. ولكن اخواتي الاوتاكويه توكشي توا بيحصل له حاجه بتغير مجريات الانمي وتغير من احداث الانمي، والريتم بتاعه بيتغير. في العاده اخواتي الاوتاكويه انا كنت هبتدي بمميزات الانمي ده، ولكن انا هبتدي بالعيوب لان الصراحه انا مش لاقي عيوب للانمي ده صريحه وممكن اقول عليها عيوب تخليك ما تتفرجش على الانمي. اولا عزيزي الاوتاكو الانمي ده البطل بتاعه وهو توكشي توا هو اذكى شخصيه في الانمي ده وافضل شخصيه في الانمي ده واعظم واكبر شخصيه انت هتكون مهتم تتابعها في الانمي ده. فممكن عزيزي الاوتاكو تعتبر ان ده عيب لان الكاتب مطبب كفه توكشي توا عن بقيه الشخصيات اللي موجوده في الانمي، وحتى بقيه الشخصيات اللي بتظهر اللي ممكن تكون بتقرب لنفس مستوى ذكاء توكشي توا برضو الكاتب بيختار ان هو توكشي توا دايما اذكى شخصيه في المسلسل ده. بس كده عزيزي الاوتاكو العيوب خلصت، انا فعلا فكرت ما لقيتش فيه عيوب تاني. ونيجي بقى لمميزات الانمي ده اخواتي الاوتاكويه. البطل بتاع الانمي ده عزيزي الاوتاكو زي ما قلنا هو شخصيه ذكيه جدا، ولعبه البيسبول او اي رياضه عامه اوقات كتير بتتطلب ان الشخص يكون قوي جسديا واللياقه البدنيه بتاعته عاليه، ولكن البطل بتاعنا عزيزي الاوتاكو يفتقر للصفات دي ولكنه مع ذلك بيكسب بذكائه. تاني حاجه اخواتي الاوتاكويه الانمي ده نفسي وبعيد كل البعد عن رياضه البيسبول بحد ذاتها واللي ممكن تخلي ناس كتير ما كانتش مهتمه بالانمي ده، ولكن الكاتب ركز على الجزء النفسي اللي مرتبط بالبطل. ثالث حاجه عزيزي الاوتاكو ان الانمي ده ما فيهوش اي حلقه ممله، انت فعلا كل حلقه بتستمتع بنفس القدر والحاجات اللي بيواجهها البطل من حلقه للتانيه بتكون مختلفه. واخيرا عزيزي الاوتاكو الانمي ده مكون من 25 حلقه بس، فالناس اللي بتحب اللي هي الانميات القصيره هتستمتع جدا بالانمي ده. لو الحلقه عجبتك عزيزي الاوتاكو ما تنساش تعمل لايك علشان ده فعلا بيدعمني وبيشجعني ان انا استمر، وتشترك في القناه لان كل جمعه بنزل عليها فيديو جديد.